السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. زي ما شفتوا العنوان كده، النهارده ان شاء الله هنشوي فراخ. انا عارفه ان انا عملت فراخ كتير جدا، زهقتكم فراخ، بس انا بحب الفراخ. بس انا عموما يعني بحاول انوع في الطريقه بتاعتها كل مره، في طريقه الشوي، في التتبيله، بحيث برضو ما تزهقوش وكل واحد يختار الطريقه اللي يحبها او الطريقه اللي تناسبه. النهارده بقى انا هشويها بطريقه مختلفه. معايا هنا فرخه، الفرخه دي صغيره، حوالي كيلو كده، كيلو كام جرام يعني، ما تتعداش الكيلو وربع. غسلتها طبعا كويس قوي، ونقعتها في خل وملح، ودعكتها بالدقيق وكل حاجه. وبعدين بصوا انا فتحتها كده، هي بتبقى مقفوله كده اهو من قدام. تمام. انا بفتحها كده بالمقص من عند الصدر، واقسمها كده نصين، واتك عليها بايدي علشان العظم بتاعها يتكسر، ما تبقاش اقدر يعني ان انا اتحكم فيها اكتر. وبعدين شلت العظم بتاع الصدر من هنا ومن هنا، مش كله يعني، لسه في عظم كده هنا، لسه في عظم جوه، ولسه سايبه العظمتين بتوع الورك اللي هي اللي هنا واللي هنا، وسايبه العظمه بتاعه السلسله، يعني خفيت منها شويه عظم كده، بس مش كله، عشان برضو تبقى متماسكه معايا، ما تبقاش تتبهدل مني. لو مش حابه انتي تعمليها، ممكن بتاع الفراخ يعملها لك. المهم انا فتحتها كده اهو بالشكل ده. تمام. دلوقتي بقى هجهز التتبيله، هغسل ايديا بس ونطرح الفراخ، وبعدين نرجع نجهز التتبيله. جبت بقى هنا بولة كبيرة، وجبتها كبيرة عشان هعمل فيها التتبيلة، وفي نفس الوقت هرجع فيها الفراخ تاني بعد كده، عشان ما مطلعش مواعين كتير يعني. معايا هنا بصلة متوسطة مفرومة ناعم جدا، لو حابة تعصريها كمان برضو تبقى حلوة. طبعا مش محتاجة اقول لكم يعني، بعد ما نمسك الفراخ ما ينفعش نمسك اي حاجة تانية، لا علب التوابل ولا ازايز الزيت والخل والكلام ده، علشان الفراخ النية طبعا عارفين بيبقى فيها ميكروب. حطيت كده البصلة المفرومة، واحط عليها معلقتين خل كبار، وهحط عليها معلقة زيت كبيرة بالشكل كده يعني، مش ضروري بالظبط. تمام. وعندي هنا توم مفروم، هحط زي فص كده، مش عايزة كتير يعني، حاجة بصوا حاجة بسيطة قوي، علشان التوم الكتير بيغير طعمها. بس كده، مش هحط بقى ولا بصل ولا توم باودر، عشان انا كده كده حاطه بصل وتوم هنا. معايا هريسه شطه، هحط حاجه بسيطه برضو، عشان مش عايزاها تبقى حاميه قوي يعني. بصوا زي نص معلقه كده، نزود شويه كمان، عايزه تزودي بقى براحتك. معايا هنا بقى التوابل، معايا زعتر، الزعتر بيبقى حلو جدا مع الفراخ، ومعايا كزبره ناشفه وكمون وفلفل اسمر وملح، هحطهم كلهم كده هنا، اقلبهم بقى كده كويس قوي مع بعض، ريحتها حلوه جدا. الثوم لسه متجمد، افكه كده عشان يتقلب كويس. ممكن بقى تضيفي كمان طماطم مبشوره، بس انا مش هحط المره دي، دايما بحط معاها طماطم مبشوره، فالمره دي يعني قلت اغير شويه في التتبيله. كده خلاص اهو، قلبتها كلها كويس. هجيب بقى الفرخه، وهاخد من التتبيله دي وهدعكها كويس جدا من الناحيتين، من بره ومن جوه. كمان لو عملنا الخطوه دي من بالليل وسبناها بايته في التتبيله، هتبقى حلوه جدا. نقلبها على الناحيه التانية. طبعا الفراخ لونها فاتح كده، يعني لونها ابيض كده من الخل، عشان انا بنقعها في خل فتره طويله، فالخل بيخلي الفراخ لونها فاتح وبيضيع الزفاره منها.
حاول ادخل كده ما بين النسيج بتاع اللحمه عشان تشرب كلها من التتبيله. بس كده هرجعها بقى تاني في البولة دي وهسيبها ساعتين 3 4 من بالليل زي ما قلت. كل ما ثابت في التتبيلة اكتر كل ما كان احلى. طبعا هاخد التتبيلة دي كلها هحطها عليها برضو ونسيبها كده شوية وبعد كده نرجع تاني ان شاء الله علشان نشويها. دلوقتي بقى بعد ما عدى تقريبا حوالي 3 ساعات على الفرخة وانا سايباها كده متبلة، اول حاجة عملتها شغلت الفرن طبعا علشان يسخن على درجة حرارة 220 علشان ادخل الفرخة والفرن يكون سخن. جبت بقى هنا صينية عادية مربعة، ودي شبكة كنا عملنا برضو قبل كده عليها فراخ بس شكل تاني يعني بتتبيلة تانية. الشبكة دي بتاعت الشواية بتاعت البوتاجاز، اي شبكة عندك تنفع. وكمان في شبكة مخصوصة للفراخ اللي هي بتتحط فيها الفراخ وتتقفل عليها، دي كمان لو عندك هيبقى حلو جدا. بس لو مش عندك زي كده يبقى هنعمل كده، هنجيب صينية ونجيب اي شبكة موجودة عندنا، ممكن شبكة الفرن الكهرباء او شبكة الميكروويف اي حاجة. هحطها كده في الصينية وهجيب الفرخة وهفردها عليها. طول بقى ما الفرخة في الفرن تابعي الصينية. لو حسيتي ان الصينية هتنشف ضيفي في الصينية شوية مية علشان الصينية ما تنشفش وتتحرق. بس هو عموما يعني الفراخ بتنزل السوائل بتاعتها في الصينية، ولكن برضو يعني احتياطي علشان لو الفرخة ما نزلتش سوائل كفاية الصينية ما تتحرقش. هحط بقى التتبيلة دي كده على الفرخة وهدخلها بقى الفرن دلوقتي تتشوي. هي ان شاء الله يعني مش هتاخد وقت لان هي الفرخة صغيرة، وكمان علشان احنا فاتحينها كده فان شاء الله مش هتاخد وقت. وهوريكم بقى ان شاء الله شكلها بعد ما تطلع. ده شكل الفرخة اهو بعد ما استوت. قعدت حوالي يعني ساعة ونص كده في الفرن اهي. عملت جنبها شيبسي بالشطة والليمون كنا عملناه مع بعض قبل كده. بصوا الفرخة شكلها حلو ازاي. انا فتحت لها الشواية هي كانت احمرت بعد ساعة ونص دي، بس برضو انا بحبها لونها متحمر قوي فبرضو فتحت لها الشواية تاخد لون زيادة. وعملت هنا جنبها رز كده بالبسلة والجزر كنت عملته مرة معاكم قبل كده في فيديو، والشيبسي بالشطة والليمون برضو عملته قبل كده معاكم في فيديو. جربوا الفراخ بالطريقة دي حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.